اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده معانا فيديو جامد جدا. هنبدا الاكله بتاعتنا كده من الالف للياء. اول حاجه نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واشتراك في القناه اللي مشتركش يشترك، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد. واللايك ما تنسوش تحطوا اللايك كده اول ما تدخلوا على الفيديو، كده اللايك بتاعكم الحلو اللي بينور القناه وبينور الفيديوهات. بصوا، معانا النهارده كرشه وممبار. هننضف الكرشه وهنعملها، هنطبخها مع بعض وهنشوفها ما شاء الله، يعني حاجه كده سهله وبسيطه. بصوا، دي ميه انا جبتها من السخان، يعني ولا فيها اي اضافات خالص ولا اي حاجه خالص. هي ميه بيضة عاديه من الحنفيه كده، جبتها ميه سخنه من السخان وحطيتها على البوتاجاز. بصوا، دقيقة يمكن ما كملتش دقيقة كمان، يعني كنت حطها تسخن فلقيتها ان هي لا سخنة كفاية، مش هعوزها اسخن من كده. فشلتها تاني من على البوتاجاز وجبتها، يعني يعتبر مية سخنة من السخان بس كده. وخدتها وزي ما انتوا شايفين حطيت فيها الحتت بتاعت الكرشة، وبتنضف بكل سهولة ولا اي اضافات ولا اي حاجة خالص. ده كيلو انا كان عندي يعني في الفريزر، هنطلعه الوقت مع بعض وهنشوفه. برضو كنت منضفاه ما شاء الله عليها. وده جبت كيلو، يعني كمالة كده عليه. وهننضفه سهل وبسيط، مش هياخد معانا اي وقت خالص. انا جبت يعني اشتريتها وجبتها ونضفتها في نفس اليوم وطبختها وكل حاجة. فكنت محتارة صحيح في الاكل، هنطبخ ايه وهنعمل ايه. فاتصلت على الحاجة امي، يعني قلت لها حشيلي بقى كرشة وممبار قبل ما تروحي السوق. بعتلها ابن الفجر جاب منها الكرشة والممبار، عملناها علشان كان عندي، فما كنتش عارفة اعملها مع لوحدها يعني، فقلت نكمل. فزي ما انتوا شايفين بصوا، بتنضف ولا اي حاجة خالص. هي المية سخنة حطيتها فيها كلها وخلاص. بس المية ان غليت او سخنت اكتر من كده بتجمد، بتبقى بصوا عاملة زي الكاوتش، ما بتنضفش مهما تعملي فيها ما بتنضفش. لازم المية تكوني تحط ايدك فيها كده، ايدك تتحمل سخونية المية علشان تنضف معاكي بكل سهولة. هتغلي المية وتسخنيها لدرجة الغليان، مش هتنضف. بصي لو عملت فيها المستحيل مش هتنضف. انا باخدها على الرخامة في المطبخ التاني ده كده، يعني لما بكون عندي غسيل فراخ، غسيل سمك، تنظيف كرشة او مبور، حاجة زي كده، باخده على الحوض التاني ده كده، بنضف هناك وبعمل اللي انا عايزاه كله. والمية علشان يعني بما ان انا بشتغل ويعني شغلي كله في المطبخ ده، فبعمل دي يعني ايه للحاجات اللي زي كده، وبغسله بنضفه برضو وبيفضل نظيف علشان ما كركبش الدنيا عندي في المطبخ هناك وانا شغاله. بصوا ما شاء الله عليها، بيضه زي البفتة. دي اخر حته هي حطيتها. بصوا السكينه، يعني لو عملتها بايدي كده هتنضف، مش محتاجه سكينه ولا اي حاجه. قومي صلي. الابله سهير جايمه من النوم تعبانه كده مدروخه. بصوا يعني ما بتاخدش وقت خالص، هننضفها وهنغسلها غسله. بصوا الغسيل ده كوم، يعني التنظيف ده كوم والغسيل ده بقى كوم تاني. نضفنا الحوض ونضفنا المكان التنظيف كده ومسحنا الرخامة. وبعد كده هننضف الظهر. انا ما بنضفش الظهر الاول علشان كده كده بيتبهدل من التنظيف، فبسيبه للاخر. لما بنضفها كويس بمسك الظهر ده انضفه، وعليه قشرة رقيقة كده بشيلها برضو لو هي مش نظيفة، وبنضفها بايديا كده زي ما انتم شايفينها. بصوا يعني شكلها في الطبق كده بتتكلم عن نفسها. هنجيب كيس الملح ونحط منه على الناشف من غير ميه، ونمسكها نفركها كده بالملح كويس، علشان لو فيها اي حاجة تانية، اي حاجة ماسكة فيها الملح، خشونة الملح بتنضفها زي ما بنعمل الفراخ وبنعمل اي حاجة كده. بصوا بالشكل ده كأنك بتمسكي هدوم كده بتدعكيها على ايدك. بصوا دي الكرشة اللي كانت عندي في الفريزر اهي، كنت مطلعاها من الصبح من بدري وفكت. هنغسل ديت، هعصر عليها ليمونة على شوية الخل وهدعكها. انا ما بنجعش بالخل صراحة ومش بغسل بيه اي حاجة، بس ببقى يعني ادي بيه الكرشة غسلة بسيطة كده.
غسلتها بالخل والليمون وشطفتها مرة واتنين، وقطعتها حتت صغيرة زي ما انتوا شايفينها كده، وهحطها على ديكي وهشطفها كلها مع بعضيها وهننجعها. هننجعها كلها تاني مع بعض. ديكي انا كنت غسلها برضو ونجعها وبس، هننجعها تاني، هنديها غسلة بالملح والليمون كده الاول. يعني بصوا عايزة اقول لكم انا هريتها من الغسيل، هريتها كده يعني خدت غسيل، يعني بالنسبة لي تنظيفها ارحم من غسيلها. بصوا هشطفها، هشيلها كده في الصينية التانية دي، هشطف الصينية وهشيلها حبة بحبة كده في الصينية، وبعد كده هنعمل لها مية نجا وننجعها فيها ونسيبها لحد ما نكمل نشوف هنسويها ازاي وهنعمل فيها ايه. هنشطف الطبق التاني ده وهنحط فيه مية وملح وليمون ودقيق بس، مش بنجع بالخل، النجع بالخل مش حلو صراحة. فهحط شوية دقيق ابيض، وكمان هنعصر عليهم ليمونتين وشوية ملح مش اكتر من كده، وهننزل فيها الكرشة بتاعتنا ونسيبها فيها شوية. هنحط شوية ملح، هننزل بقى الكرشة ونسيبها كده مع نفسها في المية ديت. بصوا كانت ريحتها، عايزة اقول لكم انا كان عندي كمية قشر ليمون، مش عارفة كنت اعمل بها ايه. بصوا احنا رحنا حطينا المية على ما تتنجع شوية، حطينا حلة مية على النار كده تغلي وسبناها مع نفسها، وهنرجع نقلب الممبار ده مع بعض. بس قبل ما نقلبه هنغسله غسلة حلوة علشان مش هنرجع نقلبه تاني. فهنجيب شوية الملح والدهن بتاعه، ما كانش فيه دهن كتير، والدهن بتاعه بصوا فريته كده نظيف مفهوش الهوا، بصوا مفهوش اي حاجة، نظيف بافتة بيضة. فدعكته بالملح وبعد كده هشطفه وبرضه هديله شطفة بالليمون وبالخل، يعني هنغسله كأننا نضفناها وبنغسلها بالظبط. ده الأول قبل ما نقلبها على الوش اللي هننضف عليه. زي ما انتم شايفين كده هنديها شوية خل، فعلى ما المية بتاعت اللي حطيناها على النار تغلي، هنكون قلبنا الممبار وكمان كحتناه كده ونضفناه. هنديله ليمونة كمان علشان ايه نبقى عملنا معاه الواجب وزيادة. هنديها ليمونتين كده وهنديها فركة بالليمون والمية، وبعد كده هنصفيها من المية ونبدأ نقلبها ونشوف هنشتغل فيها ونعمل فيها ايه. بصوا انا معايا عصاية عود رفيع كده من المجشة، وهنقلب عليه اي عصاية بقى، ايد معلقة، سيخ من بتاع الكفتة، اي حاجة موجودة عندك. بصوا هي بيضة اصلا ونضيفة، فهنقلبه. فكانت العصاية بتاعتي عصاية مايعة شوية، مش ماسكة نفسها كده، فاتكسرت مني من اول ما دخلتها في المنبور، بس عادي يعني كملت بيها واشتغلت عليها عادي. بصوا انا معايا جبت الطرف وسبت حتة كده من الطرف ورحت مدخلة العود زي ما انتوا شفتوها كده، وبفضل اشد. انا كنت هشدها بحالها اكتر من كده، بس لما العصاية اتكسرت ما شالتش معايا اكتر من كده. بصوا بسيب حتة من الطرف كده بره، وبروح مدخلة العصاية فيها وبفضل اشد فيها. لو هي العصاية جامدة بسحب المنبار بطوله كله مرة واحدة، بس عشان هي اتقطعت مني ورفيعة، فباخد حتة بحتة. في طريقة تانية نقلب بيها، لو انت مش عارفة تقلبي على العصاية او على اي حاجة، هتجيبي المنبار زي ما انت شايفة كده وهتحطيه بين صوابعك وهتفتحي فيه المية، هيقوم ساحبهولك في لحظة اهو. بصي المية بتفتح في قلبه وبيسحب بيتقلب معاكي في لحظة، بس كده. هنجيب معانا بقى الصينية، حرفها يكون رفيع كده وحرفها حامي شوية، يعني مش تكون اللي هي حرفها تخين متني، او حلة او اي حاجة. وهنسحب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. لو هي معاكي نظيفة ما فيهاش دهن والمصران يعني حلو كده وما فيهوش دهن وكعكيل كده، هتجيبي جلدة انبوبة وهتدخلي الطرف في جلدة الانبوبة كده وتمسكيه وتروحي سحبة بجلدة الانبوبة. بصي هتخليهولك بافتة بيضة وهتنضفهولك، ما هتخلوش في حاجة.
بس نصيحة مني، لو في دهن وفي كعكيل زي اللي معايا ده كده مش هتمشي معاكي خالص وهتعذبك ومش هتسلك معاكي. فلو هو نضيف ومفهوش دهن اعمليه بجلدة الانبوبة، في لحظة هتكوني منضفة، ولو 15 كيلو هتنضفيهم في ساعة. فانا بعملها على حرف الصينية كده، بسحبها ما بين ايدي وبضغط عليها ضغطة، بس مش ضغطة جامدة يعني علشان ما تتقطعش مني. وبسحب كده بتنزل كل اللي فيها. وبس مش هنسيبها على كده، لسه هنسحب تاني وهندعك تاني وهننضف، وزي ما انتوا شايفينها بصوا نزلت كل اللي فيها. هصبن ايدي بقى بالصابون كده الاول، علشان هنشطف الكرشة ونروح نحطها في المية غليت، ونكمل الكرشة بتاعتنا نولع عليها الاول علشان هي بتاخد وقت في السوا. واحنا اصلا يعني بنفطر بدري او ما بنفطرش، يعني بيكون وجبتنا الاساسية الغدا، فبنتغدى بدري، يعني اقصى حاجة الساعة 1 بنتغدى. فالحاجات دي بتاخد وقت، وطبعا على ما جبناها الصبح وفطروا حاجة خفيفة كده ومشيوا وقمت انضف، كان طبعا انتوا عارفين اليوم بيجري في ثانية. فهنولع عليها الاول علشان هي مهما كانت الحاجة اللي مدبوحة فيها الكرشة بتاعتها، الماشية المدبوحة ديت بتكون بتاخد سوا، يعني مهما كانت صغيرة برضو الكرشة والكوارع بالذات، مهما كانت الماشية نفسها صغيرة بتاخد وقت في السوا. فشلناها من مية النجع وشطفناها شطفة كده، هنحطها في المية من غير اي طماطم ولا اي حاجة، بس هنضيف لها ورقتين لورا وشوية فلفل اسمر وكم فص حبهان، بس مش اكتر من كده. وسبتها على النار، يعني بص اخدت بتاع 10 دقايق كده، على ما فرمت طماطم وخرطت بصل وعملت قشرت توم وفرمته، يعني مسافة ما عملت الحاجات دي بس كده شلتها من المية. بصوا علشان هي مغسولة غسيل، يعني غسيل بذمة وضمير، ميتها عاملة ازاي بصوا، يعني مش فيها اي حاجة، بيضة زي الفل. هنجيب معانا حلة كده فيها معلقة صغيرة من السمنة ومعلقة كده من الزيت، وهننزل بالكرشة بتاعتنا وعليها بصلتين. بصوا انا مخرطة بصلتين كبار يعني، وخرطتهم ناعم جدا. وبعد كده هشوحهم مع بعض، هفضل اقلب فيهم كده. هي طبعا مش عادت منزلة مية ولا منزلة اي حاجة خالص، هي نزلت كل ميتها، واي ريمة اي حاجة نزلتها في الغلوة اللي خدتها. وبعد كده نزلت عليها فلفلاية حراجة وشوية من التوم كده، فرمت حوالي 4 فصوص ولا 5 فصوص كبار من التوم نزلتهم. هنشوح ده كله مع بعضه، وبعد كده هننزل عليها التوابل. هنضيف التوابل بعد ما نشوحهم كده. هناخد معلقة صغيرة من الكزبرة، وكمان معلقة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، والكمون ربع معلقة مش هنكتر، والمعالق دي كلها مش مليانة، ورشة من السبع بهارات، وكمان ورق لورا، وكم فص من الحبان هنفتحهم كده علشان يطلعوا الطعم والريحة في الكرشة بتاعتنا. هنديهم تشويحة، وهسيب البهارات دي بعد ما اخدت تشويحة زي ما انتوا شايفينها كده. هننزل بعصير الطماطم وهقلبها وهغطي عليها واسيبها تشرب الطماطم دي كلها، مش هنضيف ملح ولا اي حاجة، هنسيبها تعيش وتتعايش كده مع نفسها. ونرجع للمبار بتاعنا تاني نغسله. اهو بصوا انا كنت حطيت عليه شوية بس معلقتين 3 كده من الخل وشوية من الملح وسبته، وجيت فركتهم بيه زي ما انتوا شايفينها كده، دعكتهم دعكة حلوة. وهناخدهم ونشوف هنغسلهم بايه تاني علشان يطلع معانا زي ما انتوا هتشوفوه كده بيض ابيض زي البفتة. اتفضلوا اشربوا شاي بلبن. هنجيب شوية ردة من اللي هي النخالة بتاعت الدقيق، ردة ناعمة ما بتمسكش فيها ولا اي حاجة. لو في ناس بتعمله بالسرس اللي هو بيطلع من الرز ده بيمسك فيه ومش بيطلع بسهولة، ده لو طلع يعني، انما الردة مش بتمسك خالص. بنمسكها ندعكها دعكة حلوة بالردة، وبعد كده بنسحبها واحدة واحدة بالشكل ده كده. لو في اي حاجة متبقية فيها بتمسحها، مش بتسيب فيها اي حاجة. والحتة اللي هي التخينة شوية انا فردتها على الرخامة وكحتها بالسكينة، بتكون صعبة شوية ان هي تطلع كده على الحرف الصينية، كحتها بالسكينة على حرف الرخامة كده.
وبعد كده مسكت الممبار من اليمتين كده رايح جاي، دعكته دعكه حلوه، وهنمسكه نغسله تحت الحنفيه. بتنزل اول ما بتنزلي عليها الميه بتنزل على طول، مش بتمسك فيها ولا اي حاجه خالص. بصوا بتعبيها ميه، بتمسكي بصوا بيضه زي البفتة كده، الشمس ضاربه فيها، بيضة بصوا زي الفل ما فيهاش اي حاجه. بتجيبي طرف الممبار وتحطيه في بوز الحنفيه كده، وتسيبي الميه تنزل فيها مع نفسها، بتنزل بتغسلها من بره ومن جوه لو فيها رده. بصوا بيضه بيضه يعني، انتوا شايفينها قدامكم يعني، مش محتاجه ان انا ايه اتكلم عليه. ده كله لسه بقى ما بدأناش غسيل بالملح والليمون والكلام اللي انتوا عارفينه ده، تشطيف بس من الرده. بصوا عامله ازاي بعملها بايدي قدامكم، ان ما فيهاش اي حاجه خالص اهي. بعد كده مسكتها بالملح ناشف، دعكتها عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا انا بكحتها كده، اتقطعت في ايدي ما فيهاش حاجه. مسكتها بالملح الناشف، دعكتها كويس بالملح الناشف، وبعد كده شطفتها وبخل وبليمون، وشطفتها مره واتنين وتلاته وعشرة. ورحت حطالها زي ما نجعنا الكرشه كده، ميه بملح بليمون بدقيق، وسبتها. الكرشه كانت اتسبكت معايا وشربت الطماطم، هننزل عليها بميه مغليه. بصوا هم دول حبه الميه اللي انا حطيتهم لها، ما زودتش تاني ولا ندع، هم دول الحبه اللي حطيتهم. ونقلتها على العين الصغيره وعملت عليها يا دوبك سهاري نار، وسبتها مع نفسها. اخدت ساعتين بقى اكتر، سبتها مع نفسها لما دابت خالص، ومش زودتها اي ميه تاني. هم دول شويه الميه. لو انت هتزوديها ميه مغليه، اوعي تزوديها ميه بارده هتجمد منك، ميه مغليه. هنجيب معانا بقى دول 4 بصلات كبار حلوين كده، هنتبلهم بربع معلقه من الحبهان وبابريكا وكمون وكزبره وفلفل اسمر وشويه من ال7 بهارات. وهنمسك الملح وخدت كمان معلقه من الشطه. بصوا كانت تخليها الممبار كده ايه. هنمسك البصلة بالبهارات دي كلها كده، ندعكها دعكة حلوة لحد ما تلاقي ريحة البهارات بتطلع معاك. وبعد كده هننزل عليها كمية خضار حلوة يعني. وهندعك الخضار بالبصلة بالتوابل برضو، وهننزل عليهم الرز غسلاه ومصفياه، وهننزل عليهم الرز نقلبه فيهم. هنعملها ني في ني، انا بعملها مسبك. لو هعمل لما بتكون معاها محشي كده كده بسبك للمحشي بحشي، بعملها لوحدها من غير محشي بعملها ني في ني، بيكون طعمها احلى كتير. بعد كده هنزل عليها عصير الطماطم، فرمته من غير ميه، افرميه من غير ميه. لو الخلاط مش هيمشي افرمي بس حبايتين 2 قطعوهم صغير وافرميهم الاول، وبعد ما يتفرموا كملي عليهم باقي الطماطم وافرميها من غير ميه علشان ما تسردش معاكي ميه وهي في الحشو. هنظبط الملح وشويه من الزيت، وهنقلب الخلطه بتاعتنا ديت. بصوا كانت خلطه كده، جربوها تحفه. او على رأي سهير بتقولك خلطه سحريه. بصوا هنبدأ نحشي الممبار. بعد ما جبته وغسلته من المية اللي تنقعه وصفته في المصفى، هناخد واحدة بواحدة. انا بحشي بالطريقة دي كده. في ناس بتفتح البوز بتاعه وبتشيل بايدها زي ما بتحشي الكوسة والبتنجان كده، انا ما بعرفش صراحة. دي بالنسبة لي طريقة سهلة واسرع واسهل كمان. بجيب الحرف بتاعه كده وبفتحه بايدي بصبعين، وبالصبع ده بدخل الرز. هي مرة واحدة بدخل حبة الرز، بصوا بسرعة مش بياخد وقت. وبقوم فرداهم في الممبار ومبططاه كده وبس على كده. وهنكمل كل الممبار بتاعنا بنفس الطريقة، بس طبعا هننزل بقى على الارض كده نفرش ونقعد، مش هنحشي الممبار واحنا واقفين. بس انا حبيت اعمل معاكم الصبعين 3 دول كده. وبعد كده نزلت انا بقى، جلست كده على الارض وحشيت الممبار كله. كانت المية غليت معايا وانا بحشيه، حطيت المية على النار على نار هادية. على ما خلصت كانت المية غليت. ضفت له 5 فصوص من الحبهان وورقتين من اللورة وشوية فلفل اسمر، بس مش اكتر من كده. هي فيها طماطم وبصل، ومطلعة طماطم وبصل وتوابل وكل حاجة. هغطي عليها وهسيبها لحد ما استوت معايا زي ما انتوا شايفينها كده. طلعتها من الشوربة دايبة. بصوا يعني زبدة كده بتتك عليها بتسيب لنفسها. شفتوا؟ هديت عليها النار برضو خالص وسبتها على نار هادية تستوي براحتها. هنحمرها
في زيت سخن، بحمرها في الزيت مش بحمرها في سمنة. وهنجهز الغدا بتاعنا. وكان غدانا النهاردة بصوا يعني كنا قاعدين على الغدا بيحسبوا يعني الأكلة ديت، فبقولوا لا لو جبنا لحمة مرتين أحسن. قلت لا دي أحسن بكتير، يعني دي كل فين وفين على ما بنعمل الأكلة دي. وصراحة والله العظيم كان طعم الأكل تحفة. وبصوا ما شاء الله زي ما انتم شايفين عملت سلطة خضراء، وغرفنا وعملت شوية رز ابيض، وغرفنا الكرشة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي كده. الكرشة دايبة دايبة بتدوب في البوج كده، والمصرون ما شاء الله عليه الممبار بيدوب في البوج، وشوية مخلل بقى، وما اقولكيش بقى على اللي بيحصل بعد كده. وجربي بالطريقة ديت، مش هتبطلي تعمليها. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.